السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. عرفت القناة سقطة غير مسبوقة بسبب هجوم الذباب الإلكتروني الجزائري، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليقاتنا الخالدة: الله، الوطن، الملك، الصحراء، مغرب. نشرت الجريدة الجزائرية الجزائر تايمز مقالا بعنوان تصريح السفير التركي حول أحفاد كراغلة الجزائر يثير زوبعة إعلامية وسياسية. وجاء في نص المقال: أثار تصريح السفير التركي في الجزائر محمد مجاهد كوتشوك يلماز بشأن وجود ما بين 25% من الجزائريين من أصول تركية جدلا واسعا على الساحة الإعلامية والسياسية، وأعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول طبيعة الوجود العثماني في الجزائر بين من يعتبره امتدادا للخلافة الإسلامية وحماية للبلاد من الغزو الإسباني، ومن يعتبره استعمارا لا يختلف عن غيره. وزادت الجريدة الجزائرية: وقد جاء هذا الجدل بعد مقابلة مطولة أجراها السفير مع وكالة الأناضول التركية بمناسبة إتمامه عامين في منصبه، قبل أن تسحب الوكالة المقطع المتعلق بأصول الجزائريين من منصتها الإعلامية، في تأكيد على الحساسية التي أثارتها هذه التصريحات. وورد تصريح كوتشوك يلماز الإشكالي في سياق حديثه عن عمق الروابط التاريخية والثقافية بين الجزائر وتركيا، حيث أكد أن العلاقات الثنائية تشهد مرحلة ازدهار غير مسبوق تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تعكس وحدة مصير وتبشر بمستقبل أوثق. وأضاف أن الشعبين الجزائري والتركي يتشابهان في قيم الحرية والصدق والاعتزاز الوطني، وذكر بأن كليهما قدم تضحيات جسيمة ضد الاستعمار وانتزاع الاستقلال، كما توقف عند أوجه التشابه في المطبخ والأزياء والعمران بين البلدين، مستحضرا الروابط الممتدة منذ دخول خير الدين بربروس الجزائر في القرن السادس عشر. وفي هذا السياق كشف السفير أنه ما بين 25% من الجزائريين يعتقد أنهم من أصول تركية، مستدلا بألقاب عائلية مثل صاري وقرة وباروتجي وتلجي، مع الاستشهاد بالقائد أحمد باي أحد رموز المقاومة ضد الفرنسيين في القرن التاسع عشر، والذي كان حسبه من أبناء قول أغلو. وختمت الجريدة الجزائرية مقالها: تطرح مسائل الهوية في الجزائر حساسية كبيرة في النقاش العام، إذ سرعان ما تثير أي إشارة إلى الأصول أو الانتماءات التاريخية جدلا واسعا بين من يتمسكون بعمق الانتماء الأمازيغي والعربي الإسلامي للشعب الجزائري، ومن يرفضون أي محاولة لإرجاع الهوية إلى أصل خارجي أو قوة أجنبية. ويظهر هذا الجدل كلما طرح موضوع الوجود العثماني أو تأثيرات الهجرة المتوسطية وغير ذلك.